افضل طريقه لتسميد الخضروات بتاعتنا. طبعا زي ما انتم عارفين ان احنا دلوقتي في شهر 11 واحنا دلوقتي في موسم يعني يعتبر شتاء، فمش هينفع نستخدم سماد الام بي كي لان هو طبعا بيستخدم في الصيف عشان بيحتاج درجات حراره تكون عاليه، انما دلوقتي احنا في الشتاء فمش هينفع نستخدمه. سؤال ناس كتير طبعا بتساله لنفسها، طب ليه انا اصلا بستخدم سماد وهل هو كيماوي ويضر الزرع والكلام ده كله؟ لا، انا بستخدم السماد. اول حاجه انا بستخدم السماد لان التربه اللي انا بزرع فيها، يعني مثلا تربه زي دي، تمام، دي اللي انا بزرع فيها ديت بتمس وعليها كذا عنصر. برضو الزراعه في البلكونه وفي البيت غير الارض، يعني التربه دي بيبقى ناقصها عناصر، فانا بحتاج سماد عشان اكمل العناصر اللي ناقصه في التربه دي، زي البوتاسيوم وزي المنجنيز وزي الزنك وزي الحديد. شايفين اهو، دي احماض امينيه والنيتروجين والفوسفور اهو، شايفين، ومغنيسيوم وستريك وحاجات مختلفه تانية كتير. ودوت السماد اللي انا بستخدمه من شركه جروف، دوت طبعا للخضروات بس، يعني ده انا عامله للخضروات بس وجايبه للخضروات بس عشان يمد التربه بتاعتي بالعناصر الغذائيه زي اللي انتوا شفتوها قدام حضراتكم دلوقتي، بالعناصر اللي هو محتاجها ومش لاقيها في التربه اللي هو مزروع فيها. فبالتالي بساعد النبات بتاعي ان هو يعيش في بيئه صحيه ويلاقي عناصر غذائيه تقويه وتخليه ينمو بشكل طبيعي وبشكل صحي. طريقه الاستخدام بتاع جروف، هنجيب ازازه هنملاها لتر ميه وهنحط 2 سم او 3 سم من جروف وهنقلبهم كويس في الميه، وبعد كده هنسقي الزرع بتاعنا والخضروات بتاعتنا كلها، وبكده هنحافظ على الزرع بتاعنا وهنخليه ينمو بشكل صحي. واشوفكم في فيديو جديد، فتابعوني واعملوا اشتراك في القناه واعملوا لايك للفيديو، وانتظروني في فيديو جديد ومعلومات جديده مع انس فارم. سلام.